عارفين يا جماعة لما نفسنا بتجيبنا ناكل أكلة حرشة كده وفي نفس الوقت طعمها خطير واقتصادية ومتاخدش وقت، سهلة قوي، بتتعمل في حلة واحدة. هي الوصفة دي اللي هنعملها النهاردة. هنعمل حلة مكرونة جبارة، أحلى مكرونة هتعملوها في حياتكم بطعم اللحمة من غير ما نحط فيها لحمة. وجبة كاملة متكاملة طعمها رهيب. وكالعادة هفتح الشباك بتاعي وادخل الشمس المطبخ وهقول بسم الله. أول حاجة يا جماعة زي ما اتفقنا، النظام والنظافة هم أساس أي طبخة حلوة وأساس النفس الحلو. هنجيب الخضار بتاعنا اللي هو عبارة عن بصل وطماطم وفلفل حامي وفلفل رومي، وهغسلهم كويس جدا جدا جدا. وهجيب البلانشة بتاعتي اللي هقطع عليها الخضار. طب ليه مي ما بتعمليش الخضار كله في الكبة مرة واحدة وتخلصي؟ هقول لكم يا جماعة معلومة هفضل اقولها لكم في كل الفيديوهات. طعم البصل اللي بيتقطع على ايديكم صدقوني بيكون طعمه مختلف تماما عن الكبة، عشان كده ما بستخدمش الكبة كتير، يعني نادرا لما بستخدمها. في وصفة النهاردة عادي ان احنا نعمل البصل في الكبة، بس في وصفات تانية بيبقى احلى بكتير ان احنا نقطعه على ايدينا، لان لما بنقطع الحاجة على ايدينا بنحافظ على الطعم والمية اللي بتكون موجودة جوه الخضار. الفلفل الحامي هفضل ان انا اقطعه كده بالسكينة على ايدي، مش هضربه في الكبة. وهستخدم مرقة اللحمة من ماجي، وهي دي اللي هتديني طعم اللحمة في المكرونة كأننا حاطين لحمة بالظبط. هنزل الفلفل الحامي، او لو عايزين الرومي براحتكم يا جماعة، بس الفلفل الحامي في الوصفة دي جبار. هنزله على البصل وبعدين هقطع الطماطم هضربها في الكبة. على فكرة كمان تقدروا تحطوا طماطم مبشورة مش بس طماطم في الخلاط، بس انا النهاردة في وصفة النهاردة استكفيت بالطماطم اللي في الخلاط. بعد ما ضربتها كده سبتها على جنب كده، حاجتي كلها جاهزة. نجيب بقى حلة كبيرة، ولازم تكون حلة كبيرة، يعني احنا لو هنعمل كيسين مكرونة لازم نعمل حسابنا ان الحلة تكون كبيرة عشان نسيب المكرونة تستوي براحتها. وفي الحلة دي هنزل معلقة من زيت الزيتون على قطعة من الزبدة اللورباك، وبعدين هبتدي انزل البصل والفلفل الحامي اللي انا فرمتهم ناعم خالص كده. وطبعا زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا فلفل رومي، وهفضل اقلب فيهم. بنفضل نقلب بقى في البصل مع الفلفل الحامي لحد ما يتبلوا. يعني ايه يتبلوا؟ يعني يبقوا طراي خالص كده، اللي هم لما نيجي ناكلهم ما يقرقشوش في بقنا كده. والمرحله دي مهمه جدا قبل ما ننزل الطماطم. وبعدين هنزل مرقه اللحمه من ماجي وملح وفلفل اسود وبس كده. هروح بقى بعدها مديها تقليبه حلوه كده، وبعدين ننزل بالطماطم. دايما بدل ما نحط مرقه لازم ناخد بالنا من الملح، نحط رشه وندوق. لو حسينا ان احنا محتاجين نزود ملح بنزود تاني. هفضل بقى اقلب فيها كده، وبعدين هنزل بالصلصه. مش عايزين تحطوا صلصه على فكره براحتكم، بس هي بتدي لون وطعم حلو قوي. حطيت تقريبا 3 معالق كبار وقلبت واسيبها بقى على نار هاديه تتسبك. يعني مش هننزل المكرونه قبل ما نتاكد ان الصوص بتاعنا اتسبك. قبل بقى ما بننزل المكرونه بنروح مزودين ميه مغليه. لازم يا جماعه عشان الوصفه دي تنجح معاكم، اما تحطوا المكرونه لازم تكون الصوص والميه اعلى من المكرونه، يعني تكون المكرونه غطسانه كده جوه الصوص والميه. ولازم نفضل نقلب كتير جدا، ولازم ما تبقاش النار عاليه. عايزه اقول لكم ان لو ما عملتوش اللي بقول لكم عليه ده مليون في الميه هتتحرق منكم. هنا حسيت ان المكرونه محتاجه ميه، رحت مزوداها شويه ميه، وهكذا لحد ما استوت معايا وبقت خطيره خطيره خطيره. بالنسبه لي بجد دي من احلى وصفات المكرونه اللي بعملها في حياتي. مش مجهده مش مكلفه، ما بتاخدش وقت، طعمها خطير، وطبعا تنفع في الشتاء جدا جدا. هستناكم تجربوها وهستنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس. بحبكم قوي قوي قوي. يلا باي باي.